السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. ورجعنا بقى بتالت فيديو. اللي ما شافش الفيديوهين اللي قبل كده لازم يشوفهم علشان يعرف يكمل الفيديو ده. اول فيديو كان المفرش بتاع العروسة اللي كلنا طبعا ما بنستخدموش غير هو يوم واحد، او يعني انا بفرشه كل عيد مرة، يعني اول يوم كل عيد بفرشه مرة. فقلت بقى لازم استغله كده ان انا افرشه على طول. طلعت الفايبر منه، هتشوفوه برده في الفيديو الاولاني. والفايبر اللي فيه المفرش عملت بيه مفرش اكنه ملايه، هفرشه كل مره عادي زي ما بفرشه، زي ما بتفرشي اي ملايه او اي دفايه. الفايبر عملت منه لحاف فايبر، وبرده هتشوفوه في الفيديو التاني. تالت فيديو اللي هو ده ظهر المفرش. طبعا كان فيه ده، يعني الاول المفرش الطبقه اللي في النص كان فايبر، الطبقه الاخيره كان ده الستان، قماشه الستان. انا فكيته برده وهعمل منه حاجه دلوقتي. هتشوفوه معايا بقى دلوقتي وانا بفرشه، لاني هعمل منه ملايه. انا رحت سألت على القماش ده، لقيت المتر منه ب50 جنيه. المتر ب50 جنيه، وفي نوع رديء في المتر منه ب30 و35 و40 وانتي طالعه، لكن نوع حلو شويه ب50 جنيه. فانا فكيت المفرش اللي هو انا كنت قايله لكم في الفيديو الاولاني ان احنا شلنا الفايبر وسبته زي ما هو، يبقى طبقه المفرش فوق ودي الطبقه اللي تحت، فملهاش لازمه. فقلت استغلها رخرة، فانا شلتها وهعمله ملايه دلوقتي، وهنفرش عليه الخداديات بتوع المفرش. وشوفوا الجمال والشياكه اللي محدش عمره كان هيتخيلها. انا والله انا بفرشه يعني بفرد الملايه، بفرد دي كده كانها ملايه بقى، بفردها كده بالصدفه وبحط عليها الخداديات. ايه الجمال والروعه ده! فجالي الفكره ان انا اروح اجيب قماش زي ده كمان اعمله ملايات لسرير الاطفال. يعني مثلا لو حد حب الفكرة، او مثلا ايه يعني 50 جنيه للمتر مش كتير عليه، فممكن يعمل ايه؟ يروح يقطع القماش الستان ده. بصوا لونه جميل قوي، ده مش ابيض، ده اوف وايت. في منه ابيض، في منه اسود، في منه الوان كتير طبعا، زي ما انتم عارفين اللي هو بيدخل برده في فساتين السواريه وكده. اللون ده تحفه. انا قلت مثلا هفرش على كل سرير لكن دي ملايه. وطبعا دي الخداديه الكبيره اهي بتاعه المفرش الاساسي، والخداديه بقى اللي هي ايه، ثانيه واحده كده، والخداديه اللي هي بتاعه المفرش هيبقى عليه كده. يعني اللي مش متخيل انا هفرشه معاكم دلوقتي وهنشوف بالظبط هنعمل ايه. هنقول بسم الله. الحاجات دي بقى عندي انا بثبت بيها هنا لحد ما اشتري الدبابيس او المشابك بتاعت المرتبه، لان الدبابيس بتاعت الملايه كل ما اروح اشتريها بصراحه ما الاقيش يعني، فانا بحط دي كده. فبصوا انا لما بشد كده خلاص دي ماسكاها دي المخده دي محشيه فايبر، فهي ماسكه السرير. في فراغات كده بيبقى ما بين السرير، فانا بحشي الفراغات ديت بحيث ان هي تمسك الملايه ما تتزحلقش واحنا نايمين عليها. كل ما اروح اسال على الدبابيس بتاعت الملايه ان هي بتمسك الملايه ما تخليهاش تتزحلق وكده ما الاقيهاش. فعقبال ما اجيب بقى ايه ان شاء الله، عقبال ما اجيبها وكده بقى. دي بقى الخداديه هنفرشها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. شفتوا الجمال؟ بصراحة هي برضو أذواق، بس بصراحة عجبتني جدا. عجبني شكل الملاية ما يبقى سادة كده. ودي برضو الخدودية التانية الكبيرة، حتى انها احطها كده. شوفوا الجمال والروعة.
الخداديه التانيه اهيت. شوفوا ايه ده بقى، هما الاتنين يمين ولا الاتنين شمال؟ حبيته؟ انا حبيت، قولوا انتوا كمان حبيتوا عشان بصراحه شكلها روعه. بصوا شايفين الشكل؟ يا رب يكون عجبكم زي ما عجبني. وبصراحه انا شايفه ان هي كده سيمبل قوي وحلوه كده وخفيفه عن المهرجان اللي هو ايه بيبقى في المفرش. فممكن دي اصلا فكره تتعمل اول يوم مثلا، او عروسه مثلا اول يوم ممكن تفرش حاجه زي كده، تشتري الملايه، تشتري قماش ستان من اللي هو بيتعمل مفارش، بس يبقى ساده كده ما يبقاش فيه المهرجان ده. وكفايه ان مثلا التل او الهيصه اللي في الخداديات. يا رب تكون الفكره عجبتكم، واستنوا ما اوريكم اللحاف. وده اللحاف اللي احنا عملناه من الفايبر اللي طالع من المفرش. بصوا انا من ساعه ما عملته وانا بتغطى بيه لوحده وبيدفي جدا، لان الفايبر برده بتاع المفرش كان حجمه تقيل، كان وزنه تقيل، وبرده ايه يعني مش رفيع وكده يعني، فايه فكان فبصراحه بيدفي يعني. انا جربت ان انا اتغطى بيه لوحده، لقيت ان انا مش محتاجه البطانيه اساسا يعني. وبكده نكون عملنا المفرش اللي مرمي على الدولاب وبنطلعه كل سنه او كل يعني، او في ناس بتفرشه مره في العمر. عملنا منه 3 حاجات. اول حاجه المفرش سيبناه زي ما هو، اول طبقه هنفرشها عادي، لو طبعا عشان الشكل وكده وكل واحده بتبقى فرحانه بيه. هيتفرش عادي خالص، بس في نفس الوقت هيبقى خفيف. بصوا حجمه قد ايه. ده المفرش اللي الكرتونه بتاعته كانت عباره عن حاجه كده كبيره، احنا طلعنا منه المفرش ده اهو. المفرش اهو، عشان برضو اللي ما شافش الفيديو الاولاني لازم يدخل يشوف الفيديو الاولاني، علشان 3 فيديوهات. اول حاجه المفرش لما فصلنا منه الفايبر اللي هو المفرش اهو. بصوا اهو المفرش اهو، يبقى كده هنفرشه كانه ملايه، وانتوا شفتوا حجمه بعد ما فصلناه. بصوا حجمه. تالت حاجه عملنا الجمال اللي قدامكم ده. يا رب بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناه لو اول مره تشوفوا القناه، فعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني ان شاء الله، وفيديوهات جديده وجميله. ويا رب اكون خفيفه على قلوبكم، وباي باي. تاني حاجه الفايبر عملنا منه لحاف اطفال. عملنا ايه؟ مش هتشتري اي حاجه خالص. انا كان عندي الدفايه دي، فقلت اجيب لها لون مقارب لها، فانا اشتريت دي بس. لكن لو انت عندك دفايتين يقربوا لبعض او هيليقوا على بعض مش هتكلفي نفسك اي حاجه خالص، وخيطوا على ايدي قدامكم في الفيديو وبكل سهوله خالص. وبصوا ما شاء الله جميل وسهل خالص، مفيهوش اي حاجه. تالت حاجه عملنا الجمال اللي قدامكم ده. يا رب بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناه لو اول مره تشوفوا القناه، فعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني ان شاء الله، وفيديوهات جديده وجميله. ويا رب اكون خفيفه على قلوبكم، وباي باي.